المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الرئيس سياس أفورقي يخاطب مؤتمر المناخ الأفريقي. في تصريح صحفي، إريتريا تصف أحداث إسرائيل بالمؤامرة العقيمة والفاشلة. عمليات جراحية لزرقة العين في مستشفى برهان للعيون. رغم دعوات التهدئة، المعارك تستعر بين العشائر وقسد في سوريا. إسرائيل وقبرص واليونان تبحث اتفاقيات في مجال الطاقة. أزمة بورما وبحر جنوب الصين تهيمنان على قمة آسيان بأندونيسيا. أهلا بكم مشاهدينا. انعقد مؤتمر المناخ الأفريقي الذي بدأ يوم 4 من سبتمبر باجتماع لمجلس الوزراء، انعقد اليوم باجتماع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية. وألقى الرئيس سياس أفورقي كلمة أوضح فيها أسباب التغير المناخي في أفريقيا وعواقبه الخطيرة على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحار والمحيطات، وكذلك موارد الأشجار والحياة البرية، في ضوء سياسات وبرامج الدول وموقف إريتريا لمواجهته. وقال إن تغير المناخ بجميع أشكاله يعد من أكثر التحديات المثيرة للقلق في عصرنا، مضيفا أن تأثيره على أفريقيا إلى جانب المشاكل الأخرى سيكون صعبا وسيحد من قدرة القارة وإمكاناتها وتطلعاتها لضمان الرخاء الاقتصادي السريع، وسيشكل خطرا على فرص وحياة الأجيال القادمة. وأوضح بأن فعالية وتأثير جهودنا المشتركة يرتبطان بشكل إيجابي بتكامل المنتديات والروابط على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال أن السياسات التي نضعها على مستوى كل دولة على حدة وآليات التنفيذ التي نتصورها لا يمكن أن تكون علاجا لهذا التحدي الدولي. ولذلك فإن البرامج المنفذة على المستوى القاري ستقدم مساهمة داعمة. وذكر رئيس سياس أفورقيا أنه من أجل مواجهة التحدي الدولي الخطير المتمثل في تغير المناخ يتعين على أفريقيا تطوير إطار عمل عملي وتطبيقي للتعاون، مشددا بأنه يتوجب على أفريقيا تعبئة مواردها لتلبية احتياجاتها بدلا من مد يديها للدعم الممهد للتدخل والفساد. وحث على عدم الانبهار بمليارات الدولارات من الوعود التي بذلها من يطلق عليهم الداعمون. وقال: كأفارقة يجب علينا حشد مواردنا وتنفيذ خططنا لتجنب التبعية التي تعرض كل شيء للخطر. في غضون ذلك، أفاد مبعوث وزارة الإعلام بأن الرئيس سياس أفورقي حضر منتديات نقاش مشتركة على هامش القمة وأجرى عددا من اللقاءات. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سياس أفورقي غادر إلى كينيا في 4 من سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس ويليام روتو. وإليكم مشاهدين هذا التصريح الصحفي صادر عن وزارة الإعلام. تصريح صحفي: مؤامرة عقيمة وفاشلة. تم في الأيام الأخيرة تشجيع أعمال الشغب العنيفة في بعض البلدان لتعطيل التجمعات الوطنية والثقافية للإريتريين في الخارج، وتدمير التنظيم الحضاري والثقافي، وتشويه الثقافة والقيم المبنية على الفخر الوطني والهوية، ومن خلاله رفع قضايا سياسية أخرى. هذا الفعل الخبيث يأتي بعد صدمة أجهزة الاستخبارات الكبيرة وخاصة الموساد من النضال القوي للشعب الإريتري، وتحاول كسر صفوف الشعب الإريتري بمؤامرة عقيمة فاشلة توظف فيها قلة قليلة من الخونة والعملاء. وسيقدم الشرح التفصيلي لتوضيح الحقائق ليكون الجميع على بينة من الأكاذيب بشأن اللاجئين الإريتريين. وزارة الإعلام أسمر 5 من سبتمبر 2023. بدأت في 3 من سبتمبر الجاري عمليات جراحة زرقة العين في مستشفى برهان للعيون بالتعاون مع مشروع هيمالايا لعتمة عدسة العين. وذكر المدير الطبي للمستشفى الدكتور كحسايف الساطيون وجود برنامج لإجراء العمليات الجراحية لحوالي 1000 مواطن. وقال إن أول عملية زرع قرنية مرآة العين سيتم إجراؤها في إريتريا. وأوضح عن وجود برامج لتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء مستشفى برهان للعيون والأخصائيين الأجانب.
وقال رئيس فريق أطباء هيمالايا كاتاراكت عضو هيئة الإدارة الدكتور منجس باهيرين أن فريق الأطباء المكون من 12 طبيب أجرى عمليات جراحية ل 1400 مواطن لأول مرة عام 2019، وقام حاليا بعمليات زراعة قرنية العين لأكثر من 20 مواطنا، وشكر الدعم العيني المقدم لهم من الإريتريين في شمال أمريكا. وقال الدكتور مات أوليفا أحد أعضاء فريق مشروع هيمالايا لعتمة عدسة العين والذي شارك في العمليات الجراحية أنه سعيد بإجراء جراحة زرع القرنية في إريتريا. احتفل الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة والنمسا ومصر وجنوب السودان والكويت وجدة السعودية بالذكرى 62 لبدء كفاح الشعب الإريتري المسلح. احتفل الإريتريون في واشنطن الأمريكية بالمناسبة في 3 سبتمبر الجاري بمشاركة آلاف المواطنين، حيث أحيت الحفل فرقة فنية توجهت من إريتريا. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا السيد برهاني جبريوت في المناسبة أن الفاتح من سبتمبر هو يوم الصمود والتفاني وعدم انكسار الشعب الإريتري، وقد أطلق الشعب الإريتري نضاله المسلح رافضا الاحتلال وحقق استغلاله بالصمود والتضحيات الكبيرة، وطور مبادئ الخيار الحر والاعتماد على الذات لبناء وطن عزيز مهاب. واحتفلت الجالية الإريترية في كندا بالفاتح من سبتمبر في 2 سبتمبر الجاري بأنشطة ثقافية ورياضية، وخاطبت الحفل قنصل إريتريا العام السيدة أميريش مبرهتو قائلة بأن هذا اليوم يبرز قيم النضال التحرري ويجب أن تكون روح الصمود والوحدة سلاحنا على الدوام. وأوضح القنصل الشرفي لإريتريا في النمسا السيد سيونغ إبراهيمانوت في الحفل المقام في النمسا أن الفاتح من سبتمبر له مكانة استثنائية في تاريخ نضال الشعب الإريتري. كما احتفل الإريتريون في الإمارات العربية المتحدة والقاهرة وجنوب السودان والكويت وجدة بالمناسبة. دعا مدير مدينة كرن السيد الرزاني رأي أصحاب المرافق الخدمية لمنح الاهتمام الكبير لنظافة البيئة، وأوضح في الاجتماع على العمل الجاد في التشجير ودفع الضرائب إلى جانب تعزيز أنشطة إصحاح البيئة. وحث رئيس جمعية مقدمي الخدمات في مدينة كرن السيد فغري يسوس برهاني المرافق الخدمية على العمل بطريقة منسقة ولائقة في خدمة المجتمع والامتناع عن الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية. وقال المدير العام لقسم السياحة في إقليم عنسبة السيد سالم علي سالم أن رضا العملاء يعتمد على كفاءة الخدمة، وحث أصحاب المحلات على تنفيذ المعلومات المقدمة لهم من وقت لآخر وتحسين استقبال الزبائن. واقترح المشاركون بالعمل بالشراكة مع الأسر للحفاظ على سلامة الأطفال من الإدمان والعادات السيئة واستجابة الشرطة بسرعة للمعلومات المقدمة عبر الهواتف. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اتسعت رقعة الاشتباكات في شمال شرق سوريا بين العشائر وقوى سوريا الديمقراطية، حيث هاجم مقاتلون من العشائر مواقع لقوات قسد قرب بلدة سلوك شمالي الرقة. وبث المقاتلون صورا قالوا أنها تؤكد سيطرتهم على قرى بريف الحسكة إضافة إلى قرية في ريف الرقة، ولم تلقى دعوات التهدئة أذنا صاغية أمام إصرار المتقاتلين على تحقيق أهدافهم. ففي البادية السورية وتحديدا في الجزء الشمالي الشرقي لا صوت يعلو على صوت البنادق، حيث يبدو الحديث عن تهدئة محتملة أمرا بعيد المنال ولو على المدى المنظور. وأشار الحلفاء الأمريكيون إلى هذه التهدئة بعد دخولهم على خط الوساطة بين الأطراف المتقاتلة في سوريا. في خضم دعوات التهدئة أصدر التحالف بيانا يؤكد فيه أهمية الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية والتذكير بأولوية مواجهة تنظيم الدولة بالنسبة له. تعهد زعماء إسرائيل واليونان وقبرص بتعزيز تعاونهم في مجال الطاقة واستكشاف سبل توصيل غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، فضلا عن ربط شبكات الكهرباء. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين في نيوغوسيا بعد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستوليدس
سيتعين علينا أن نتخذ قريبا القرار بشأن طريقة تصدير الغاز الإسرائيلي، ويجب أن تتخذ قبرص نفس القرارات. وكانت قبرص اقترحت هذا العام تسريع وصول الغاز إلى السوق من خلال إنشاء خط أنابيب قصير يربط حقول الغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط بمنشآت تسييل في قبرص ليمكن بعد ذلك شحنه إلى أوروبا. وأقامت البلدان الثلاثة روابط قوية على مر السنين، وأظهرت اكتشافات غاز ضخمة في منطقة شرق البحر المتوسط في العقد الماضي، معظمها قبالة إسرائيل ومصر. يجتمع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في أندونيسيا لإجراء محادثات من المتوقع أن تهيمن عليها أزمتا بورما وإصرار بكين على فرض سيادتها على بحر جنوب الصين. وافتتح الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا أعمال القمة التي تستمر حتى يوم الخميس، وأكد على سعي دول الرابطة لجعل منطقة آسيان محور نمو اقتصادي وفق تعبيره. ويتوقع أن تطرح دول الرابطة خلال الاجتماعات تصورات لتخفيف التوتر في بحر جنوب الصين، ودعوة الدول الكبرى للتوقيع على اتفاقية لجعل منطقة جنوب شرق آسيا خالية من السلاح النووي. ويكافح أعضاء رابطة آسيان المؤلفة من 10 دول والتي ينظر إليها دائما باعتبارها تجمعا غير فاعل لتوحيد موقفهم حيال أزمة بورما بعد أن أطاح انقلاب عام 2021 بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في الدولة العضو في التكتل. وستعقب القمة محادثات مع بكين وواشنطن وقوى أخرى. تم توقيع عقود ل 84 مشروعا استثماريا تزيد قيمتها على 29 مليار دولار أمريكي خلال معرض الصين الذكي الذي انطلقت فعالياته في بلدة شونغ تشينغ بجنوب غربي البلاد، حسب ما ذكرت الجهة المنظمة للمعرض. وتغطي المشاريع المشار إليها قطاعات المركبات الكهربائية الذكية المتصلة بالإنترنت والمستحضرات الطبية الحيوية وخدمات البرمجيات والمعلومات والطاقة الجديدة وتكنولوجيا تخزين الطاقة الجديدة. واجتذب المعرض أكثر من 500 عارض من داخل وخارج البلاد لعرض أحدث تكنولوجياتهم ومنتجاتهم وتطبيقاتهم المتطورة في الصناعات الذكية والاقتصاد الرقمي. ويعد المعرض الذي يقام في بلدة شونغ تشينغ منذ عام 2018 منصة لتعزيز التبادلات العالمية للتكنولوجيا الذكية والتعاون الدولي في هذه الصناعة. مشاهدينا، قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها هذه النشرة من أنباء. رئيس السياسة أفورقي يخاطب مؤتمر المناخ الأفريقي. في تصريح صحفي، إريتريا تصف أحداث إسرائيل بالمؤامرة العقيمة والفاشلة. عمليات جراحية لزرقة العين في مستشفى برهان للعيون. رغم دعوات التهدئة المعارك تستعر بين العشائر وقصد في سوريا. إسرائيل وقبرص واليونان تبحث اتفاقيات في مجال الطاقة. وأزمة بورما وبحر جنوب الصين تهيمنان على قمة آسيان في أندونيسيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.